عسلامة، مرحبا بالناس الكل على قناة كويزينتي التونسية. اليوم ان شاء الله جيتكم كيما تراو، جبت لكم وصفة الدجاجة في الفور. دجاجة سهلة تفريحها بطريقة يعني بسيطة، عملتها لكم قبل مشوية، عملتها لكم روتي وكل، اما قلت خليني نزيد نعمل لهم مرة اخرى بتفريح جديد وان شاء الله تنال رضاكم. كيما قاعدين تراو معناتها جات طايبة في حقها، وديما نأكد على انه الدجاجة اللي في الدار راهي اضمن وانظف واحسن برشا من اللي تاكلها من برا، وهكاك ما فماش الغشة باش تجيك نية من داخل. اللي هنا دونك كيما قاعدين تراو عملت معها شوية زيت وعملت معها برغل هذاك المشرقي. طريقة تحضيره كان تحبوا دونك نقول لكم عليها توا بغيضمون، مي سينو نعمل لكم فيها فيديو اخر ان شاء الله. دونك لهنا نمشيو خدينا الدجاجه بالطبيعه نكون غسلتها بالكدا بالماء والخل ومنظفتها معناتها وامورها واضحه. نحطها تتسقطر بالكدا على الشيره، وبعد ناخو شويه زبده ذايبه. انا لهنا اخديت شويه زبده ومعها شويه زيت، خلطتهم ببعضهم. الزبده الذايبه هذيك المره الاولى باش نحاول ندهن بها اكل الدجاجه قبل ما نعمل لها الفح نتاعها. نحاول نجربها الزبده هذيك باش من بعد تجيني فيها طبقه مقرمشه، مع خاطر الزبده تطري الحاجه تجيك معناتها راويه، ما تجيكش كدجاجه شايحه، الدجاجه اللي تاكلها تحسها معناتها ما فيهاش معناتها سقا ولا كيفاش يقولوها، لا تجيك معناتها فيها سقا وتجيك معناتها المطعم نتاعها بنين. واكثر من ذلك تشرب اللفاحات اللي باش تحطهم لها فيسع. لهنا انا دهنتها الكل، توسع بالك تدهنها الكلها بالزبده وتخليها معناتها على راحتها للي تكمل تحضر اللفاحات نتاعها. اللفاحات نتاعها اللفاح شنيا هو اون جينيرال باش يكون ملح، مغرفه صغيره من كل شيء، ملح فلفل اكحل، افاح نتاع دجاج، اللي ما عندوش افاح دجاج ينجم يعوض بشويه فلفل احمر، شويه تبلو كرويه، شويه ثوم، وشويه اكل اللي قعد لي ماكل الزيت والزبده هذيكم انا خلطتهم مع اللفاح هذاك وخلطته بالطبيعه كليل وزعتر مرحيين. هذيكم ديما يبنوا الوصفات اللي معناتها اللي بالطريقه هذيا اللي باش يكونوا في الفور. دونك لهنا نخلطهم في عقلي، وبالطبيعه فما ثوم، مغرفه ثوم تكون مرحيه، ونخلطهم في عقلي بالكدا حتى كشي اللي يتجانس الخليط، ونخليهم باش هنا الثوم انا حطيته خاطر نسيت ما حطيتوش من الاول، مغرفه كبيره نحطه معناتها بالكدا ونخلطهم الكل في بعضهم باش يعطيوني اللون المارون اللي هذا يتراو فيه، وباش يعطيوني زاد ريحه ما نحكي لكم مش راهي ريحه غير عاديه. نعاود لكم قلت لكم غرفه صغيره من كل شيء، افاح نتاع الدجاج، تبلو كرويه، كركم، ملح، عندك شويه فلفل زينه اختياري كان تحب تحطه، ومغرفه ثوم وكليل وزعتر. هذاكم السر نتاع البنه نتاع التفويح نتاعك. به لهنا انا نسيت ما نقبتش، هو جوي قبل ما نبدا نحط حتى في الزبده نقبها، ما يسالش ما فلت شيء، دونك نقبها شويه بالسكينه باش تتشربك اللفاح هذاك، ونعاود ندهنها بالبانسون تاعي من النواحي الكل حتى كشي للي اللفاح الكل معناتها يغطي الدجاجه، واللي قعد لي من اللفاح نحطه في وسط الدجاجه من داخل، خاطر انا مانيش باش نعملها بالحشو، دونك باش نعملها دجاجه بيورا كيكا روتي من غير حتى حشو نحط فيها اللفاح اللي يقعد لي. وانا لهنا تو تراو نصيحه خفيفه، اللي باش يقعد له شويه من اللفاح هذاك يخليه، وقبل ما تخرج الدجاجه كريمون طايبه ب4 دراج 5 دراج يعاود يخرجها ويعاود يدهنها بك اللي قعد له من اللفاح هذاك، وبعد يعاود يرجعها هكاك تجيه مسقيه اكثر، واللفاح يقعد المطعم نتاعو لاخر لحظه ويجي بنين على الاخر. هنا حطيت في كليسون فرشت عليه الدجاجه نتاعي خاطر انا مانيش ما باش نحطها حتى ما عنديش شكل نتاع روتي اللي تدور في الفور هذايا، دونك حطيتها وكملت لها اللفاح الكل، ونوسع بالي نفوح بالكدا حتى كشي للي نتاكد ان الدجاجه تشربت اللفاح هذاك بالباهي. لهنا كيما تراو دونك نحب نسكرها الساقينه، لا غالب الكاميرا دارت وانا جيبها فيها تونسيون، دونك من لوطه في الدجاجه تنجم تحل في الجلده بصبعك معناتها تنقبها وتدخل فيها الزوز صفخاء معناتها الراس نتاع الفخاذ من كل شيره.
هاكيك ما تتحل معناتها كي تجيب وتولي هادية ما تتقسملكش الدجاجة، ولا كي تجي باش تهزها من صحن لصحن ما تتقسملكش الدجاجة تقعد صايمة. سينو تنجم تشدك الزوزة فخار من اللوطة تربطهم بخيط ولا بلاستيك صغير عندك هكا وبعد تنحيهم. ريتوها كيفاش من فوق ربطتها انا بالطريقه هذيك. هنا الدجاجه نتاعي كيما قاعدين تراو في البلاطو محطوطه، ما ناقص كان باش نحطها في الفور. وريتوها كيفهم هذاك اللي من فوق هذاك باش يولي بعد اكحل، هذاك هو الاكحل فهمت. باش يولي هنا ناقصه ضو ولا غالب، لكن انا توا تشوفوا من بعد في التقديم لهنا هاو كأنا بعد خاطر خرجت راني قبل بشويه الدجاجه وكالثوم اللي قعد لي في قاع نتاع الصحن نتاع اللي خلطت فيه الفاح حطيته من فوق. هذاك هو اللي كحال، اما تنجم راك تنحيه بيديك ولا تحب تخليه. انا نحبها خاطر بناتي يحبوها حمرا برشا الدجاجه وناضجه، دونك انا حطيتها لهنا. البرغل اللي قلت لكم عليه المشرقي محليه ياسر ساهل. تقص طماطم كعبتين طماطم وقرنين فلفل جويدين وراس بصل تفرموا وسنينه ثوم تحطهم بعد ما يتخليوا وتحط معاهم مثلا كيلة البرغل عليها كيلتين ماء. كيلة البرغل تقليه شويه معاهم ومعاهم غرفه كبيره طماطم نسيت ما قلت لكمش، والفحات نتاعنا تبلو كرويه ملح فلفل زينه شويه ولا هريسه معناتها اللي يحب هريسه عربي هي ما تجيش راح فلفل احمر تجي معناتها مرحي. ومن بعد نحطوا كيلة نتاع البرغل تحط عليها كيلتين ماء بريسك كيما الرؤس تقلى شويه، تحط الماء هذاك وتقعد تقلب بالطرف قد ما تقلب وتحط على حاجه سيفال راهو ما يشدلكش مستحيل اللي تكمل. وبعد يكمل يطيب كهو تزينوا بقرينات فلفل مشويين بشويه طماطم اللي تحب انت كل قدير وقدره وتحطوا في البلاطو نتاعك. راهو مطعم بالحق خيالي. هذه الدجاجه نتاعي كيفاه جات حمراء على الاخر هاكم تراو، انا خاطر طيبتها بناتي يحبوها ناضجه برشا بيد واحده قاعده نوري لهناكم ديما في الاخر نبخل باش نركب الكاميرا في السيبور دونك نحطها لكم بيد لهنا كيما قاعدين تراو. بنتي ما صبرتش على البطاطا هذيك قاعده تاكل دونك هيا طيبه على الاخر بنينه ومرويه محليها ماهيش كدجاجه الشايحه معناها تقصر من هنا من بعد ماكلينا والكل. شوف الفرت نتاعها كيفاش من داخل بالحق يعني الجلدة وحدها واخضر بالحق ناضجة وطايبة وجلدة في شيرة طايحة وحدها تلمون طايبة. ما بقالي كان باش نقول لكم هنا ان شاء الله ربي معاكم تعجبكم الوصفة. الى اللقاء.